أحسن. طيب الله والديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الأحبة الأعزاء، إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتحدث في البداية بنبذة بسيطة عن الزهراء سلام الله عليها، ثم نتحدث هذا الأسبوع عن حق الزوجة على الزوج، في محاضرة أخرى بعدين حق الزوج على الزوجة. أولا نبارك لصاحب العصر والزمان بهذه الذكرى العطرة، مولد الزهراء سلام الله عليها، ولجميع مراجعنا العظام ولا سيما ولي أمر المسلمين، وإليكم جميعا أيها المؤمنون. ورد في شأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنه قال أنها سيدة نساء أهل الجنة، وفي حديث آخر أنها سيدة نساء العالمين. هذا معنى أنها سيدة نساء العالمين، يعني مطلوب من نساء المؤمنين، من نساء المؤمنات العالم أن ينظرن كيف عاشت الزهراء، وكيف كانت الزهراء، كيف كانت تفكر، وكيف كانت تعبد، وكيف كانت تعيش في بيتها ومحيطها ومجتمعها، كيف كانت تتعامل مع زوجها، وكيف كانت تربي أولادها، وكيف كانت تتعامل مع جيرانها والناس، كيف كانت مواقفها، وكيف كانت حياتها. أن يدرسن حياة هذه السيدة الجليلة العظيمة، ويتخذن من حياتها أسوة وقدوة وطريقا في هذه الحياة. لهذا أعلن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن هذا اليوم، يعني ولادة يوم الزهراء، يوما للمرأة العالمي، حيث قال إذا كان لا بد للمرأة من يوم فأي يوم أعظم من يوم الزهراء سلام الله عليها. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يكون يوم ولادتها يوما عالميا للمرأة؟ لماذا فاطمة وهي لم تتعدى فترة الشباب؟ والجواب: لأن الزهراء سلام الله عليها جمعت في شخصيتها وفي ذاتها كل المعاني السامية، ولأنها تمثل النموذج الأكمل للمرأة في عقلها الذي كان قطعة من عقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي روحها التي كانت نبضة من نبضات روح رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي أخلاقها وعباداتها وزهدها الذي كان صورة زهد رسول الله وأخلاقه وعبادته، ولأنها أيضا تمثل النموذج للمرأة في عملها ونشاطها الثقافي والاجتماعي والسياسي والجهادي، والمرأة في حياتها، وللمرأة في حياتها الزوجية وحياة الأمومة وحياة الإنسان التي عاشت هموم المجتمع في كل قضاياه ومشكلاته الكبرى. كانت الزهراء البنت كأفضل ما تكون البنات، وكانت الزوجة كأفضل ما تكون الزوجات،
وكانت الأم كأفضل ما تكون الأمهات، وكانت المسلمة المسؤولة المجاهدة بعملها وحركتها ومواقفها كأفضل ما تكون المسلمات، فهي تجمع كل هذه العناوين الإنسانية في شخصيتها الفريدة. ولذلك استحقت أن تكون نموذجا وقدوة وأسوة للمرأة في العالم، وأن يكون يوم ولادتها يوما عالميا للمرأة. أما ما ورد في حقوق الزوجة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لكم عاد كل واحد يركز، لأنه مهم جدا أن نربط ولادة الزهراء وحق المرأة بالرجل. الرجل له حقوق والمرأة له حقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يستر عورتها ولا يقبح لها وجها. مو ليل نهار نازل في المسألة المرأة المسكينة الفقيرة رايح تسف فيها وطالع تدخل فيها وهكذا، لا تقبح لها وجها. وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الرجل للمرأة: إني أحبك لا يذهب من قلبها الشبذات. يعني واحد يقول لزوجته إني أحبك، ليش ما يقولها؟ قولها، لا تستحي، لزوجتك يعني أقصد. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. يعني إذا أخطأت المرأة وتقيم الدنيا وتقعد يعني شوي، الله على المرأة المسكينة الفقيرة، الله فيها. ومن حقوق الزوجة على زوجها حق النفقة، حيث جعله الله تعالى من الحقوق التي يتوقف عليها حق القيمومة للرجل، كما جاء في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيجب على الزوج الإنفاق على زوجته، وشدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الواجب حتى جعل المقصر في أدائه ملعونا، اللي يقصر في أداء النفقة عن زوجه ملعونا، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من يضيع من يعول. والنفقة الواجبة هي معروفة: الإطعام والكسوة للشتاء والصيف، وما تحتاج إليه من الزينة حسب يسار الزوج. يعني أن المرأة بعد ما تدخل على زوجها كل يوم رايح مكياج، كل يوم رايح مكياج، يعني أوقات معينة حسب قدرة الرجل. يعني في رجل ميسور وفي رجل على قد حاله، فأيضا على المرأة أن تراعي الزوج، كما أن الزوج له حقوق أيضا للمرأة له حقوق، ولهذا حسب يسار الزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يستر عورتها ولا يقبح لها وجها. يعني ما يقول قبحك الله أو يؤذيها بالكلمات، فإذا فعل ذلك أدى والله حقها. وتسقط النفقة إن خرجت الزوجة بدون إذن زوجها. يعني المرأة تخرج بدون إذن زوجها وما تطيع الزوج وتعصي الزوج، هنا ما لها نفقة حتى تعود. قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. تروح ترجع وتقعد بيت أهلها شهرين ثلاثة وزعلانة و4 شهور، والحين عندي واجد قضايا زي هذه جات لي، وما تقعد ما ترجع لزوجها، رجعيها بنت الأوادم ولا طالب بعد نفقة، يقول ما يجوز تنفق عليها. أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. ومن مصادق العشرة بالمعروف حسن الصحبة. قال الإمام علي عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية: إن المرأة ريحانة وليس بقهرمانة، فدارها على كل حال وأحسن الصحب لها فيصفو عيشك. ومن حقها أن يتعامل زوجها معها بحسن الخلق، وهو هذه طبعا أحد عوامل
المحبة والمودة. طبعا من آياته أن خلقوا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا علينا على المرأة، على الرجل أن يراعي الزوجة. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ زوجة فليكرمها. يكرم الزوجة، يعطف عليها، يتحنن عليها، مو في داخله طالع يسف في المرأة. في كثير من الرجال اللي عندنا طبعا، عندنا كثير ما يحترموا الزوجة، مفكرين انها خدامة في البيت. لا، المرأة مو خدامة، المرأة مو خادمة، هي تتفضل أن تقوم بخدمة الزوج. وش الطرف الآخر؟ بدل ما يقول رحم الله والديك يقعد يسبها. على كل حال، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن استخدام القسوة مع المرأة، وجعل من حق الزوج عدم ضربها والصياح في وجهها. وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حقق عليه أن يطعمك مما يأكل ويكسوك مما يلبس ولا يلطم ولا يصيح في وجهه. ونحن ما أكثر الرجال الذين يصيحون في وجه نسائهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهلهم ويحنون عليهم ولا يظلمونهم. وفي الأخير، فيستحب الصبر على إساءة الزوجة. طبعا بعض النساء يعني بعضهم لسانهم طويل، فيه مو كلهم، في هناك مؤمنات خيرات طيبات. أنت أبو صالح ما دعت كنت مع النساء اجتمع. فيستحب الصبر على إساءة الزوجة قولا كانت أم فعلا. قال الإمام محمد الباقر، شوف الرواية هذه ما أجملها: من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة أعتق الله رقبته من النار وأوجب له الجنة. يعني هناك في نساء متسلطات لسانهم طويل، يقول لك إذا تحتمل كلمة واحدة. شوف الرواية، كل واحد يركز أي الرجال: من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة أعتق الله رقبته من النار وأوجب له الجنة. وحث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزوج على الصبر على سوء أخلاق الزوجة، فقال: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطي أيوب على بلائه. وهذه طبعا هي كمعروف سيرة أهل البيت عليهم السلام. فالمرأة حقوق كثيرة، ولكن نحن نختصر لأن الوقت ضيق. نسأل الله لنا ولكم الخير والتوفيق والبركة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.